السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كده أكلة حرشة زي ما بيقولوا. هنعمل كبدة اسكندراني، وهنعمل سلطة بطاطس مكعبات كده بالدقة والثوم. بتبقى من المقبلات، حاجة حلوة جدا، حاجة بتفتح النفس كده جنب الأكل اللي بالعيش. وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه النهاردة، ويا رب الفيديو يعجبكم بإذن الله. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا كده في قناتي وتعملوا لي لايك وشير مع أصحابكم عشان الفايدة تعم على الجميع وقناتي تكبر بيكم بإذن الله. اول حاجه هنا معايا بطاطس من الرفيعه دي. البطاطس دي بتبقى رخيصه شويه في السوق يا جماعه، اكتر يعني من البطاطس اللي هي الكبيره، وبتبقى حلوه جدا. انا بحب اجيبها بصراحه، ساعات بسلقها واحمرها كده. بتبقى مقرمشه وجميله جنب اي اكل يعني. وساعات بجيبها اعملها اهرسها كده، اعملها مهروسه. والوصفه اللي انا بعملها النهارده دي بحبها، مفضله لينا يعني، بصراحه حلوه قوي، بتبقى جنب الاكل اللي هو بعيش، بتبقى طعمها حلو قوي. بجيب البطاطس كده وبسلقها، يعني مش بسويها زيادة قوي، يعني بخليها لسه جامدة شوية، مش مستوية على الاخر، عشان اعرف اقطعها، ولما اقطعها ما تتهريش مني. وبقطعها مكعبات كده زي ما انتم شايفين. انا عاملة كمية كويسة، حوالي كيلو وربع كده من البطاطس، عشان احنا بنحب، او كيلو تقريبا مش فاكرة بالظبط، عشان احنا بنحب سلطة البطاطس دي جدا، بتبقى حلوة وطعمها جميل جدا والله. وقطعت كل الكمية معايا. وبعدين هعمل الدقة بتاعة البطاطس. التتبيلة بتاعتها معايا نص معلقة توم مفروم كده، ومعايا هريسة شطة برضه، هحط معلقة او معلقة ونص تقريبا اهو. هريسة الشطة طبعا اللي مش بستغنى عنها، وبتدي طعم حلو قوي لأي اكل بصراحة. ومعايا هنا بقدونس على كزبرة متقطعين رفيع كده، ممكن بقدونس بس، وممكن كزبرة بس، وممكن كرفس، بتبقى حلوة جدا برضو بالكرفس اللي موجودة عندكم يعني. وبعدين بحط بقى كمون وكزبرة، وممكن شوية فلفل اسود وملح، الملح بتاعي، والكركم اهم حاجة، عشان الكركم بيديها لون حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين. وحطيت شوية ملح. والبطاطس برضو في السليق بتاعها كنت حاطة ملح، فما مش بزود الملح قوي. وبعدين بحط شوية زيت وشوية خل، وممكن برضو تحطي نص ليمونة. وبقلب التتبيلة الجميلة دي مع بعض كده، وبحطها بقى على البطاطس وبقلبها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا كل حاجة دلوقتي غالية، فاحنا بنحاول ننوع كده في الاكل برضو يعني، وبرضو ايه، مش بنعمل حاجات غالية قوي، بس بنخلي الاكل برضو ايه متنوع معانا كده، عشان يبقى نعرف ناكل، وعشان الاكل يبقى كمان شكله حلو. حطيت شوية، لقيت الكركم شوية، حطيت شوية كاري او كركم برضو تقريبا، ممكن تحطي كاري وكركم مع بعض عادي. وبقلب كل البطاطس بتاعتي مع بعض، وكده خلاص يعني، في منتهى السهولة، ما بتاخدش اي وقت خالص، بتبقى طعمها حلو جدا. وهنا هنعمل بقى الكبدة بتاعتنا. حطيت شوية زيت حلوين كده، طبعا الكبدة بقى بتحتاج زيت يعني غزير شوية، عشان احنا برضو نحاول ان احنا نحمرها في الزيت. الاول انا معايا هنا كلاوي، والكلاوي طبعا زي ما انتوا عارفين بتاخد سوا عن الكبدة، فانا بحطها الاول، تاخد تشويحتين كده، بديها صدمة الاول كده في الزيت اهو. بحطها ومش بقلبها، بفردها بس كده في الطاسة، وبسيبها عشان لما تغير لونها من تحت بقلب بقى، عشان ما تفقدش السوائل اللي فيها وتعملي مية كتير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعدين بعد ما بتاخد لون كده من تحت بقلبها. احنا بصراحة بنحب الكلاوي مع الكبدة قوي، بنحبها كمان تكون اكتر من الكبدة، بتبقى طعمها حلو جدا. وهنا حطيت حوالي معلقة الا ربع توم كده مفروم. كل ما تكتري التوم كمان للكبدة بيبقى حلو قوي.
بيدي طعم حلو جدا. وحطيت فلفل اسود وحطيت كمون وكزبرة وشوية بهارات اللي هي السبع بهارات. اهو حطيت البهارات وبقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. في الوقت ده بتبقى الريحة طالعة حلوة قوي. وبحط دي كده في جنب كده وعشان اشوح الكبدة بتاعتي. انا كان معايا نص كيلو من الكلاوي وربع بس كبدة. زي ما قلت لكم احنا بنحب الكلاوي تكون اكتر من الكبدة، بتدي طعم حلو جدا. واهو حطيت في نص الفاضي من الطاسة برضو بديها صدمة. وبعدين بقلب كله مع بعضه. وهي دي بقى الكبدة الاسكندراني على اصلها. ولو عندك حتة ليا او حتة دهنة ممكن تقطعيها معاها، بس انا محبتش احط لان الكلاوي اصلا بتبقى فيها دهنة، فمرضيش ازود دهون اكتر من كده يعني. طبيعة الكلاوي بيبقى فيها كده دهنة اصلا. وفي الوقت ده بحط شوية خل، بس مش عارفة الحتة دي اتقطعت ليه. ولما دقتها كده لقيتها ناقصة ملح، حطيت لها شوية ملح تاني. وبعد ما خلاص تبقى استوت في الاخر خالص بحط بقى الفلفل بتاعي، عشان انا مش عايزة الفلفل يبقى مستوي في الكبدة، انا عايزة بس كده ما يغيرش لونه ولا اي حاجة، بيدي طعم حلو قوي. معايا انا فلفل الوان، منهم فلفل حامي على بارد، بيدي طعم حلو قوي للكبدة خصوصا لما يكون معاها فلفل حامي. وبديله بس تشويحتين كده مع الكبدة وخلاص بطفي عليها. ودي بتكون اخر حاجة عملتها في الاكل اصلا يعني، عشان ما تغيرش لونها. وهنا هعمل كده سلطة طماطم، اللي هي يعني مش سلطة طماطم، هعمل مكعبات كده، ترانشات طماطم كده بالدقة برضو، بتبقى طعمها حلو قوي، بحبها مع الكبدة. ودي كنت عاملاها اصلا قبل الكبدة، بس المقطع جه كده قبل بعد الكبدة. وبقطعها كده طرنشات خفيفة شوية. الطماطم الايام دي طعمها مسكر وحلو قوي، وما بتبقاش فيها مية كتير، بتبقى كلها لحم يعني، بتبقى طعمها حلو في الوصفة دي قوي. جربوا يا جماعة الطماطم دي مع الكبدة هتعجبكم قوي. وهي اصلا بتتباع في المطاعم جنب الاكل، بتبقى جميلة جدا. كنت مقطعة معايا خس كابوتشا، ومعايا برضو حطيت مخلل لفت كنت عاملاه معاكم برضو قبل كده، حلو قوي. حطيت معايا هنا توم، وحطيت هريسة شطة، وحطيت كمون وكزبرة وملح. المفروض شوية خل كمان، ولو عايزة نقطة زيت زيتون مثلا او حاجة برضو ممكن تحطي، بس انا ما حطيتش زيت بصراحة. وكده كانت الاكلة بتاعتنا سهلة وسريعة ويعني وحلوة قوي. يعني الحاجات اللي بتتاكل بعيش دي بتبقى حرشة كده وطعمها حلو. وحطيت شوية فلفل برضو متقطعين كده، ممكن برضو تحطي لو عندك كزبرة متقطعة رفيع كده تحطي شوية صغيرين، بس انا محبش تبقى قريبة للسلطة العادية، خليتها بس طماطم بدقة كده تبقى طعمها حلو قوي اهو زي ما انتم شايفين. وخلاص خلصت معانا اكلتنا. هغرف الكبدة دلوقتي وخلاص على كده. ممكن برضو مع الأكلة دي لو عندك بتنجان تشويه وتعملي بابا غنوج، لو عندك بتنجان طويل تقليه برضو وتحشيه كده دقة، هيبقى حلو قوي مع الأكلة دي. بس أنا بصراحة في اليوم ده ما كانش عندي بتنجان. واهو حطيت الليمون بتاعنا، طبعا بنعصر ليمون على الكبدة. كده خلاص كانت خلصت الوصفة بتاعتنا النهاردة، وبألف هنا وشفا على قلوب اللي هيجربها يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم في الله، مع السلامة.